صحيت يا اختي من النوم وقمت مسكت الشقة عليها واطيها تنفيض وكنس ومسح وغسيل. وكان في كوفرتين قمت غسلاهم ونضفت الدنيا ولميت الدنيا وكل حاجة بقت زي الفل. دخلت المطبخ لقيت حبة مواعين، قلت يا بت تغسليهم، مش حبة يعني هم كانوا كتير، قلت يا بت تغسليهم. دخلت غسلتهم كده وانا في نص المواعين وقربت اخلص، لا فقدت الشغف مش هكمل. اعمل ايه بقى في الموقف ده؟ كان في جوايا اتنين بيتكلموا. الست اللي هي الست العاجلة دي ايه، لا مش الست العاجلة، الست الشاطرة المطابقة للمواصفات، بتقولي ايه ده انت عايزة تروحي تنامي وتسيبي بقية المواعين في الحوض، هتسيبي المواعين تبات في الحوض؟ انما بقى صوت الست العاجلة دي بتقولي ايه، روحي يا بت نامي، يعني هي المواعين هتنام في بيت تاني؟ ما هي في بيتها برضه، مش هتنام عند حد غريب. المهم يا بنات ما اكدبش عليكم، سمعت صوت الست العاجلة، ايوه الست العاجلة ماشي، ورحت عاملة كوباية نسكافيه وكان عندي جرس، رحت جايبة واحدة وقعدت اكل واشرب النسكافيه والحمد لله على كده اتسطرت. بس يعني ما اكدبش عليكم والله هخلص كوباية النسكافيه دي واخدها، هحط الكوباية والصينية في الحوض، فهشوف المواعين، فلا هيصعب عليا الحوض يبات بالمواعين، وهمسك المواعين اغسلهم برضو. عادي عادي بتحصل، المهم ان محدش يمشي كلامه عليا، محدش يمشي كلامه عليا، ولا مواعين ولا غير مواعين. خلاص كده تمام وارتحنا وخلاص رجعنا الشغف تاني. ماشي، وبعدين ايه بقى؟ هنكمل المواعين. اصل اهم حاجة يا بنات والله العظيم، اهم حاجة النفسية. الواحد لو حس ان خلاص نفسيته تعبت، احنا كستات وعندنا بيوت وعندنا عيال، لو تعبنا ونمنا مين هيشيلنا؟ لو نفسيتك تعبت ولا دخلت في اكتئاب ولا بتاع، بيتك مين هيشيله وعيالك مين هيشيلهم؟ كله ده مين هيشيله؟ محدش. يبقى احنا لازم نحافظ على نفسيتنا، وما فيهاش حاجة لو فصلنا كده شوية كده في النص، ما فيهاش حاجة. كوباية نسكافيه كده ولا كوباية قهوة ولا ايا كان مشروبك المفضل، في بلكونة، في شباك، مع مكالمة تليفون، اي حاجة. بس تحسي بس كده ان انتي فقت شوية، وتحسي ان انتي دماغك فصلت كده وارتحت شوية، وبعدين نرجع نكمل شغل العبيد ده تاني. يعني مش هتطير الدنيا، ولا المواعين هتطير، ولا الهدوم هتطير، ولا البيت هيطير، وكده كده كله هيتعمل برضاكي غصب عنك، كله هيتعمل.